كان لديك بعض الرؤى حول هذه الفترة الزمنية، هل هي تكفي غير تكفي، ولماذا الستة أشهر قد لا تكون كافية من وجهة نظرك؟ عندما نتكلم عن الفترة الانتقالية لابد أن نتكلم عن حرية الشعب في تكوين الأحزاب. هناك 80% من المصريين على الأقل لم يشاركوا أبدا، وأنا واحد منهم، في أي انتخابات طوال عمره، لأنها لم تكن لنا انتخابات ولم تكن هناك حرية ولم تكن هناك ديمقراطية. لابد عشان أنتقل للمرحلة الانتقالية أن أعطي الشعب فرصة ليكون أحزاب، ليتواصل مع الشعب، ولكي يكون هناك انتخابات ليست فقط حرة ونزيهة وإنما تمثل الشعب المصري. لا يمكن أن يكون في خلال 6 أشهر. أعتقد أن لابد أن يتم تأجيل الانتخابات، حتى مش هنديه مساحة لا للأحزاب ولا للقوى السياسية اللي خارجة من خضم صراع مع النظام السابق بعد الثورة، مش مدينهم فرصة. وجه العجلة، أنا مش عارف إيه المجلس العسكري مصمم على عجلة ليه في شأن الانتخابات البرلمانية، وعايز ينفذ المسألة بشكل كما يتراءى له هو. إيه وجه العجلة؟ أنتوا عاوزين تشيلونا لمين؟ مين؟ أمريكا عاوزة مين؟ بالبلدي كده، أمريكا عاوزة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي. أمريكا عاوزة كده وشغالة على كده عشان تبقى الناس فاهمة الكلام ده كويس. بيستبدلوا نظام مبارك بنظام بديع. هذه طبعا عملية غير منطقية وستؤدي فقط إلى إعطاء أفضلية كبيرة للجماعات المنظمة، وهي ومع احترامي لها هي جماعة الإخوان المسلمين والحزب الحاكم الذي كان والذي يعيد استنساخ نفسه الآن. هذا لا أأمل ولا أعتقد أن الجيش يود أن تكون هذه هي النتيجة. ستكون هناك إعادة مرة أخرى لنظام لا يمثل الشعب المصري. الانتخابات مشكلة ليه؟ مفيش التكافؤ اللي قال عليه، مفيش الأمن، مفيش ضمانات إنه الأمن تجري هذه الانتخابات فيها بشكل آمن، بل ممكن تتحول إلى مذابح وحمامات دم. أيضا القانون بتاع مجلس الشعب وتقسيم الدوائر الانتخابية في حد ذاته خلق مشاكل أكثر من محل. وبعدين عندك انت قصة بقى الفلول ومش الفلول والأحكام والدوائر، وبعدين الحكم بتاع المصريين اللي في الخارج وهيتنفذ ازاي وما إلى ذلك. كل ده معناها انك انت إذا جرت الانتخابات يمكن ألا تستكمل، وإذا استكملت يمكن ألا تأتي ببرلمان يعبر عن الإرادة الشعبية، وإنما يكون كالجنين المشوه. إذا أصروا على هذا، وكما علمت أنهم يصرون على 6 أشهر، ولا أعلم لماذا، لا أعلم لماذا، لأنهم لم يشرحوا لنا لماذا. أنا في هذه الحالة سأطالب وبدأت أن أطالب أن يكون هناك بعد هذه 6 أشهر مرحلة انتقالية أخرى لمدة سنتين، يكون لمدة سنتين لكي نضع دستورا دائما تتوافق عليه القوى الوطنية عن طريق لجنة تأسيسية، لكي نعطي للشعب المصري فرصة لتكوين الأحزاب وللتواصل مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ تولى إدارة شؤون البلاد بيسعى إلى تسليم السلطة في أقرب وقت، وبالتالي كانت ستجرى الانتخابات البرلمانية خلال فترة بسيطة من تولي إدارة شؤون البلاد، إلا أن كافة الأحزاب والقوى السياسية طلبت التأجيل